نشرة الأخبار تأتيكم من قناة البصيرة في خطر، وإليكم أبرز العناوين. بصيرة ناسفة تؤدي بحياة مزورين البصائر. مجنون يدعي أنه اخترع الذرة بعد تخزين ثقات. متفردة تلقى مصرعها وإصابة أخرى بانفجار ثلاجة. انقلاب شحنة للمواد الغذائية. كانت هذه العناوين، ونأتيكم بالأخبار مفصلة من عند الخياط، مذيعة على تلفزيون أبو 20 بوصة من بوصة. لقي أحد مزورين البصائر مصرعه وأصيب آخران بجراح خطيرة في انفجار بصيرة مفخخة. وقد أكد شهود عيان لقناة البصيرة أن المزور كان على وشك السيطرة على أحد الأراضي، مما أدى إلى هيجان دعوة المظلوم. أدى أحد مجانين الحارة في بيان تم نشره على صفحة الفيسبوك وتويتر أنه اخترع الذرة ومكوناتها عقب تخزين ثقات من الزيت. وفي سياق آخر، اندلعت عصر هذا اليوم انفجار عنيف هز أرجاء المدينة، مما أدى إلى مصرع أحد المتفردات وإصابة العشرات منهن. وقد أكدت مصادر الوكالة الأنباء رويترز أنه تم زرع ثلاجة قهوة مفخخة، مما أدى إلى وقوع الحادثة. انقلبت في هذا اليوم سيارة تحمل على متن الكثير من المواد الغذائية، وقد لقي قوطيين صلصة مصرعهما وأصيب بعض القواطي مثل التونة والبيرة بجروح خطيرة. تم نقلهما إلى المستشفى. وقد ذكر المتحدث سائق السيارة الذي توفي قبل وقوع الحادثة بسنة بأنه عندما كان في الطريق على سرعة 10 متر بنشر عليها التائر السجني، وقد أدى ذلك إلى وقوع الحادثة. أعزائنا المشاهدين، ومن هموم السياسة ننتقل وإياكم إلى أخبار الرياضة والمال والبنون، ولكن بعد هذا الفاصل.